آه، أنا مبتدئ في مجال الvoice over وأخدت كورسات كتير وورش عند ناس كتيرة جدًا، بس لحد دلوقتي مش عارف أبدأ إزاي ومش عارف أجيب شغل. إمم. طيب بُص يا نجم، خلّيني أقولها لك ببساطة وأقول لك بطريقة كده تخش الدماغ. إحنا ممكن نغيّر السؤال ونقول بدل ما أنا مش عارف أجيب شغل، ممكن نقول إزاي أخلّي السوق هو اللي يحتاجني. إزاي الكلام ده؟ شوف، أول حاجة صوتك ده هو المنتج، الproduct اللي بتبيعه، اللي بتسوّق بيه، والمنتج ده لازم يتشاف ويتسمع عشان الناس توصل لك، وده بيتطلب شوية حاجات وعناصر لازم نعملها ونركّز عليها كويس جدًا، جدًا، جدًا. أهم حاجة وأول حاجة عشان تعرض صوتك لازم تعمل profile محترم ومحترف جدًا أو محترف جدًا على السوشيال ميديا بتاعتك، فيسبوك، إنستجرام، لينكدإن، تيك توك، كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لازم الصفحة بتاعتك تكون صفحة احترافية جدًا، فيها اسمك الصح، يعني بلاش الnick name اللي هو the golden voice، the golden girl، لأ ما فيش الكلام ده، اسمك فلان الفلاني، محمد أحمد، أمينة محمد، أيًا كان بقى مين بقى الاسم، بس اسمك يكون واضح عشان ده اللي الclient هيطلبك بيه، يكون فيه كل بياناتك، يكون فيه الويب سايت بتاعك وده مهم جدًا، يكون فيه لو مش قادر تعمل ويب سايت دلوقتي على الأقل تعمل صفحة أو page على الفيسبوك، صفحة احترافية جدًا بحيث الclients يقدروا يوصلوا لك من خلالها. طبعًا السوشيال ميديا بتاعتك لازم تكون شغالة جدًا ولازم تكون احترافية جدًا، جدًا، عشان دي تعتبر الواجهة بتاعتك اللي بتبيع بيها. يكون عندك بورتفوليو متنوع، بورتفوليو صوتي متنوع جدًا، فيه أكتر من أداء صوتي لكل الأشكال وأنواع الأداءات الصوتية، و وأهم حاجة إنك تعرّف الناس إنك هنا، كل الحاجات دي هتعرّف الناس إنك هنا وموجود. آآ صوتك هو المنتج زي ما قُلت لك، والمنتج ده لازم يتشاف ويتسمع، فلازم نعمل كل اللي فات ده اللي أنا قُلت لك عليه. طيب بدل ما تستنى إن الشغل ييجي لك، أنت اللي تروح للشغل، إزاي أعمل ده؟ هاقول لك. دَوّر على شركات الإنتاج، سهل جدًا توصل لها، يعني ممكن حد فيكم دلوقتي يسأل طَب إزاي هاوصل لشركات الإنتاج؟ على فكرة ده سهل جدًا دلوقتي كل شركات الإنتاج لها صفحات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على LinkedIn، على الإنستجرام، ممكن تدخل على الصفحات دي وتجيب الإيميلات بتاعة الHR أو الوكالة نفسها أو الشركة نفسها وتبعت لهم الportfolio بتاعك والشغل بتاعك. دَوّر على اليوتيوبرز اللي محتاجين اللي عاملين لهم قنوات كبيرة جدًا، أوقات بيحتاجوا voice over لقنواتهم، حتى الpodcasters برضه بيطلبوا بيبقى التعليق الصوتي أو الvoice over بيبقى مطلوب فيه، قدّم لهم عروضك، قدّم لهم عيناتك، قدّم لهم كل ما يتعلق بموهبتك أو بصوتك، حاول سوّق لصوتك، تسويق مش تسوق تسويق، تسويق أو marketing لصوتك، خلّيهم يسمعوك. بس أهم حاجة إنك تكون جاهز، والportfolio أو الdemo اللي بتبعته للclients أو العملا أو شركات الإنتاج تكون حاجة احترافية محترمة ومميزة، ومميزة، عشان تميزك عن ناس كتيرة جدًا زيك في السوق بتدوّر على الفرصة دي. تالت حاجة التدريب المستمر، لازم تحافظ على التدريب، لازم تدرّب كل يوم، كل يوم على الأداء، على النَفَس، تدريبات كل ما يتعلق بالصوت. الbrand الشخصي بتاعك. طبعًا، أهم حاجة البراند الشخصي بتاعك اللي أنت بتبيع بيه، لازم تطوّره ولازم تهتم بيه ولازم يكون في صورة احترافية مناسبة للمنتج اللي أنت بتروّجه، اللي هو صوتك. في مجالنا ده أو المجال الفني الناس بتشتري الاسم قبل الموهبة، إزاي الكلام ده؟ طبعًا، يعني مثلًا في شغلي مثلًا أو شغلنا كvoice over، س أو ص من الناس عمل إعلان فرقع، صوته اتعرف، الclients يقول لك إحنا عايزين الصوت اللي عمل مثلًا إعلان بيبسي، عمل إعلان كوكا كولا، عمل إعلان نسكافيه، عمل إعلان فودافون، بتيجي كده أنت تعمل إعلان الصوت يسمّع في السوق وفي المجال، الناس بتطلبك. حتى في أي حتى في المجال الفني، في الأفلام، في المسلسلات، دلوقتي بيستعينوا باليوتيوبرز والبلوجرز والتيك توكرز، مش عشان هم ممثلين شاطرين، لأ، عشان هم معروفين والناس بتشوفهم،
فعشان هم معروفين والناس بتشوفهم، الناس عايزة تستقطب الجمهور بتاعهم. هي دلوقتي المجال دلوقتي بيدور على الاسم، بس لازم تكون موهوب برضه، يعني لازم تكون انت مثلا مش انك تعمل اسم على السوشيال ميديا وتبقى صوت معروف على السوشيال ميديا او على اليوتيوب وهتقول لك الناس هتطلبني. مش شرط. شوف، هي معادلة مش ملهاش، يعني ملهاش قواعد. صدقني، انت اعمل اللي عليك وسوق نفسك كويس واهتم بشغلك ودور على الفرصة، ما تخليش الفرصة هي اللي تجيلك. مفيش الكلام ده اللي يقول لك دلوقتي اعمل واعمل ديمو وبعته للشركات الانتاج. ما انت ممكن تعمل ديمو وتبعت لشركات الانتاج والوكالات ومحدش يتصل بيك، هتيأس؟ لا، ده حاول تاني وتالت ورابع. صدقني، طول ما انت مصدق في نفسك ومصدق في صوتك الفرصة هتجيلك. وما تعتمدش على الورش. في ناس كتيرة جدا بتروح الورش عندها قناعة كده داخلية انها لما تروح الورشة سواء بقى سين او في مين اللي بيدي الورشة دي، هيقول لك لا هلاقي الفرصة. مفيش الكلام ده. هو ممكن بالمناسبة احنا يعني انا بشوف ورش بشوفها كده على السوشيال ميديا. يعني المدربين محتاجين مدربين بدون ذكر اسماء. قليل جدا 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 في السوق اللي بيدي كورسات وموثوق فيهم وناس محترمه وناس محترفه. وعلى فكره الناس دي بتديك كيوهات، بس ازاي بتفتح لك الطريق، بتعرفك الدنيا ماشيه ازاي، بتحط لك القواعد وانت امشي عليها. محدش هيجيب لك الفرصه لحد عندك، الفرصه بتيجي بمجهودك انت. فبطل تفكر تبدا ازاي وابدا وخلاص. تحياتي.